أعزائي المشاهدين، بالتزامن مع امتحانات نصف السنة اليوم احنا موجودين في إحدى المدارس، راح نطلع على المستوى التعليمي للطلبة، راح نسألهم، راح نشوف شلون كانت الأجوبة، هل الأشياء اللي توجه ضد الامتحانات وضد التربية دائما هي أشياء صحيحة ضد الأساتذة. ويانا طالب بده يكمل امتحان، أهلا وسهلا بيك. بالبداية نرحب بيك احنا. زين، ممكن نعرف اليوم شلون جاوبت؟ زين، الأسئلة شلون كانت؟ يعني أتمنى لو دقيقة أنت جاي تناشدون وهذا وخر، أنا بدي أحكي. أستاذ أنا بدي أناشد. وين رايحين؟ أروح وراك ولا تروح للمريخ اليوم؟ اسمعني أستاذ، يعني إحنا الطلاب بس دقيقة. يا ولد كملت امتحان تعالوا، بس يجون الولد. وقف. أستاذ يعني إحنا الطلاب معاناتنا معاناة، والله الامتحانات دمرت. زين؟ يعني إحنا طول عمرنا إيد واحدة ما حد يفرقنا. إحنا متفقين نغث سوا. تجيبوا لي الأسئلة أي وبي ليش؟ ليش هاي الطائفة؟ الله أكبر عليكم، ما يصير هيك. يعني 50 طالب بدنا نمتحن بقاعة واحدة. الأستاذ يعوف الصف كله ويجي يوقف على راسي، أدري أنا صوبة الخطرة، والله مو صوبة أنا توقف على راسي. يا أخي ما يصير هيك. ويجيك طالب لوقي يطلع من الامتحان يقول جاوبت الأسئلة كلها. أدري أشوفك بالدور الثاني ليش؟ أدري جاي سياح الدور الثاني الخاطر على الله، ما يصير هيك. من الجا أستاذ؟ من المدرسة، من أهلي، أمي من أطلع الصبح أروح المدرسة تقول لي يمه لا تعوق شي فارغ، يمه والله راح امتحن ما راح أزرع، والله ما راح أزرع والله العظيم. يقول ليش ما تقرأ؟ إذا الأستاذ يطب المحاضرة يقول اللي ما راح يصير براسهم خير أعرفهم، وأنت ما يصير براسك خير، وأنت أستاذ تدرس ولا تلعب الحبس على كيفك ويانا جاسم الأسود، ما يصير هيك. أستاذ بقت شغلة واحدة بس بقلبي، يقول لي بالإنجليزي ليش بدها تنجح؟ طبعا اذا المدرسه مالتنا اسمها ست هاني يا اخي، اسمش مال دردشه لا تخربي بالتدريس. الله اكبر عليكم، الله اكبر عليكم.